خالص ناخد حاجه بي تو سي، حاجه يمكن درجه اكتر. تعالي ناخد ماشي، مثلا ابلكيشن فتنس. تمام. جميل قوي. تعالوا او تعالوا لو نحط. حلو انت نورهان بعتها التارجت اودينس امهات، ابلكيشن فتنس للامهات. حلو قوي. هنطبق عليه حلو قوي. المثال ده يعني. ماشي. تعالوا يلا، تعالوا نطبق المثال بنفس نفس الفريم ورك اللي احنا ايه عملناه. ايه الثلاثه بيلرز اللي احنا ممكن ببرين ستورمنج ما بيننا دلوقتي؟ وبرضه يا جماعه شاركوا معانا، يعني انتوا شايفين البيلرز ايه؟ ابعتوا دلوقتي في الشات ايه اللي ممكن الثلاثه بيلرز اللي ممكن نستخدمهم. وبرضه ساره وانت معانا وضحي لنا بشكل بسيط. طيب انا هحكي لكم. لو انا دلوقتي مثلا عندي اسسمنت في شركه بتعمل ابلكيشن للامهات عشان يعملوا فتنس في البيت او ايا كان الفتنس بلان بتاعتهم ودايت بلان وهكذا. ايه هعمل؟ ايه البروسيس اللي انا هعملها؟ اول حاجه هبدا ان انا اعمل الاودينس ريسيرش بتاعي. هفتح فيسبوك، هفتح تمام. تيك توك، ابدا اعمل الكيوردز الاساسيه بتاعتي: امهات، رياضه، بيت مثلا. ده الكيوردز الاساسيه بتاعتي. اشوف هما بيتكلموا عن الموضوع ده ازاي، بيقولوا ايه. هل مثلا بيقولوا ان احنا مفتقدين جدا فكره الرياضه في البيت من غير برايفسي مثلا معينه. فانا هاخد كلمه برايفسي دي احطها في الكيوردز الاساسيه بتاعتي. طيب هيقولوا مشكله زي ان مفيش حد بيتابع، مفيش كوميونتي يشجعنا، مفيش موتيفيشن. هاخد كلمه موتيفيشن احطها في الكيوردز بتاعتي. طيب هشوف في البابليك كومنتس مثلا على تويتر مثلا. تويتر بالمناسبه دلوقتي عامل كوميونيتيز وافكتيف جدا، الناس بتشارك فيها بشكل مجنون. هدخل هناك مثلا ادور على رياضه من البيت، وابدا ادور على الريبلايز او التويتس اللي الامهات هم اللي كاتبينها، او بتقول مثلا انا كأم عامله مثلا. هاخد كلمه ام عامله دي احطها في الكيوردز بتاعتي. الام العامله تمام. ده حد اللايف ستايل بتاعه هيكتك جدا، يومه سريع جدا، فمحتاج حاجه زتونه. انا محتاج الجدول الفلاني اللي هيقول لي مثلا انا هعمل رياضه بوش بول ليجز 3 مرات في الاسبوع بالشكل الفلاني، حاجه واضحه جدا. فدي حد بيدور على بريف بلان. طيب حلو. هروح للبراند جولز بتاعتي، سواء انا عندي تيم او انا الكونتنت بيرسون الموجود في الماركتنج، محدش تاني بيشارك معايا في الكونتنت. هبدا اشوف انا محتاجه اعمل ايه الاوبجيكتيف بتاعي في الكوارتر الجاي مثلا. هل انا الفولور لسه بادئه الاكونت، فالاكونت مصفر عليه 100 فولور بس، طبعا محتاجه ابني كريديبيليتي بان انا يبقى عندي فولور بيس كويسه، فساعتها هحتاج حاجات انجيجمنت. طيب هل انا تمام. محتاجه اعمل اب انستولز حتى لو انا لسه بادئه من الصفر؟ انا محتاجه اعمل اب انستولز، محتاجه اعمل اويرنس بالابلكيشن بتاعي من غير ما ابني فولوور بيز. يبقى انا كده محتاجه الاوبجيكتيف بتاعي يبقى واضح وصريح ان انا بعمل اب انستولز. اللي بيحصل تمام. بقى اللي هو الميكس اند ماتش ما بين الاثنين بيحصل ازاي؟ بقول انا محتاجه بيلر، او محتاجه يعني كونتنت يتسمع للاب انستولز عن طريق الكيورد او الانسايتس اللي انا عرفتها عن الاودينس بتاعي بتوع الامهات العاملات. فانا تمام. محتاج عندي في البرودكت بتاعي فيتشر زي انه كاستمايزنج للتريننج تيبل بتاعي. انا بكستمايز انا عندي وقت قد ايه، بختار مثلا انا هقدر اتمرن من الساعه 9 للساعه 10 كل يوم الصبح، او انت الساعه 9 ل 10 كل يوم بالليل. وبكستمايز انا ال ال نوع الفتنس اللي انا عايزه اعمله ايه. هل هو مودريت، هل حلو. هو حاجات بسيطه، هل هو ستريتشنج، هل انا عندي اي اصابات او كذا. فانا عندي ماسل قويه جدا في البرودكت بتاعي اقدر اتارجت بيها الامهات دول. انا عندي فيتشر تمام. جميله جدا. ابدا ان انا اقول خلاص، يبقى انا لو الاوبجيكتيف بتاعي اب انستولز، والامهات العاملات بتوعي هم الاودينس، والكيوردز اللي هم بيستخدموها البساطه، البرايفسي، الفلكسبيليتي والكاستمايزيشن، يبقى انا البيلر بتاعتي هتبقى اب اويرنس. محتاجه اقول تمام. للناس عن الفيتشر بتاعتي دي، يبقى البيلر اسمها اب اويرنس. الاب حلو. اويرنس دي هينزل منها تري، هينزل منها نتورك. الاب اويرنس دي هتبقى ريلز، الاب اويرنس هتبقى كاروسلز، الاب اويرنس هتبقى يو جي سي كونتنت، الاب اويرنس هيطلع منها ستوريز، هيطلع منها فري ليد ماجنتس اي بوكس، البلانز اللي بتطلع من الاب انستولز ناخد منها ايميلات الناس ونبدا نتواصل معاهم وهكذا. فالبيلر هي امبريلا، هي شمسيه كبيره جدا ببدا اطلع منها كل الكونتنت الباقي. يعني كده اول بيلر اللي هو الاب اويرنس، انا هبدا استخدم اللي هي الفيتشر او الخصائص اللي هي المتميزه اللي جوه الابلكيشن عندي، في ان انا ابدا اخلي الناس تعرف الابلكيشن ده مميز في ايه، ان انا بوفر كاستمايزيشن. خصوصا الاء كاتبه ان الامهات مهامها كتير قوي ووقتهم ضيق. فانا دي من بالظبط. نفس الانسايتس برضو اللي انت جمعتيها يا ساره، ان هي حته الوقت الضيق، او حته كمان ان انا استغل الفيتشرز اللي في الابلكيشن في ان انت ازاي تقدر، او انت ازاي تقدري كأم
الابلكيشن ده يساعدك في ان انت تنظمي عمليه التريننج وان هو يساعدك فيه. جميل، حلو، بالظبط. ده اول بيلر. تاني بيلر ممكن يكون ان انا بجو ثرو الابلكيشنز. عارفين الجرين سكرين لما حد بيتكلم وهو بيشرح ابلكيشن؟ اه دلوقتي تمام. مثلا وانا بعمل الريسيرش بتاعي اكتشفت ان في فورمات جديده على تيك توك. الامهات بيقولوا او الستات دايما بيقولوا انه احنا محتاجين ابلكيشن يفهم مخ الستات، ديزاين باي وومن. الابلكيشن تراك مثلا او هابت بيلدينج او وات ايفر، انا محتاجه ابلكيشن ديزاين باي وومن فور وومن. فدي حلو. نفس الفكره اللي احنا ممكن نستخدمها بنفس الانسايتس اللي احنا لقيناها، انه الامهات محتاجين حد يفهمهم، محتاجين حد يشجعهم. ابدا اهمر على فكره الكوميونتي، انه احنا عندنا في الابلكيشن بتاعي عندنا كوميونتي. فده هيبقى بيلر اسمه كوميونتي بيلدينج او ايا كان الكوميونتي سنس بيلر. ابدا اقول للناس انه خلاص it's time to stop ان انت تتمرني لوحدك او تتمرني على ابلكيشن مش فاهم محتاجك كست من حيث الخصوصيه والفلكسبيليتي وكذا وكذا وكذا. تعالي عند ابلكيشن اكس بتاعنا، اتمرني مع كوميونتي، حمليه دلوقتي وشوفي الكوميونتي اللي موجود اونلاين واختاري الاوقات براحتك عشان يبقى دايما في حد بيشجعك تتمرني. فده كوميونتي سنس. فكره مثال على ده حابب اقوله للناس برضو اللي يمكن مش اوير بده شويه، ابلكيشن اسمه سترافا في مجال الفتنس ومجال الجري عموما، للناس اللي بتحب تجري او بتسايكل او اللي بتسوق عجل. اوكي. سترافا احد نجاح الجروس الرهيب بتاعه اللي هو عمله ان هو عامل كوميونتي قوي جدا. ان انت لما بتحقق ارقام انت ممكن بيبقى فيه ليدر بورد اللي هي بورد كده برانك بسكور. ان مثلا حسني جري النهارده، الجاريه دي مثلا مسافتها 2 كيلو او 3 كيلو. والفكره مش بس في طول الجري، الفكره في الاستمراريه. انا تاني يوم لما بجري بيعمل لي زي سترايك ان انا بكسب، وفي الليدر بورد بعلى ان انا دايما مستمر ان انا بعمل التمرين وبشجع بعض. الى جانب ان هو مش بس يبقى بابليك، مش لازم تبقى بابليك، ممكن يبقى مع جروب. انت بتشير الليدر بورد من والكوميونتي صحابك ده انت مع بالظبط. مع جروب انتوا مع بعض وبتخشوا زي تحدي مع بعض وكده وتشجعوا بعض. فدي فكره برضه ايوه. حلوه قوي ان انا العب على حته هنا في البيلر التاني الكوميونتي، وان ازاي الامهات مع بعض ازاي يظبطوا ده. طيب ايه البيلر التالت سريعا؟ وبرضه عشان اقول حاجه عشان احنا هنطلع بريك 10 دقائق بعد البيلر التالت عشان بس صلاه المغرب والاذان دلوقتي، اوكي. وهنرجع نكمل تاني. ماشي، ايه البيلر البيلر الثالث، التالت؟ لو احنا الاوبجيكتيف بتاعنا، لو بنتكلم ان الاوبجيكتيف بتاعنا ستيل في الانستولز، فالبيلر الثالث لازم يبقى بروموشن. لازم اقول للناس انتوا ليه لازم تحملوا الابلكيشن. احنا عملنا اويرنس، عملنا سنس اوف كوميونتي، محتاجه اديهم بوش في الاخر كده في تمام. كود خصم كذا. لو انت واصحابك جيتوا بالكوميونتي مع بعض في يو جي سي حلو. كونتنت بيقول في الاخر ان في ديسكاونت معين مثلا في الاند اوف مانث، او على حسب البيهيفير بتاع الاودينس بتاعي. بس لازم يكون في سنس اوف بروموشن. احنا ناس فاليو اورينتد وعايزين نخلي البراند بتاعتنا يومين على قد ما نقدر وانسانيه جدا وكل حاجه، لكن في اخر اليوم احنا محتاجين ندخل ارقام. فالبوش بتاعت الديسكاونتس او البروموشن دي مهم، محتاجين احنا حتى نحطها في الاورجانيك كونتنت. تمام، اخر حاجه بس يا ايمان بعد سؤال اخير وبعد كده هنطلع بريك دلوقتي بالظبط 10 دقائق لصلاه المغرب. هي بتقول ان هل استرافا لما عمل جيميفيكيشن وكوميونتي دي تعتبر بيلر ينفع نستخدمها ان احنا نعمل كونتنت عليها ولا لا؟ انا شايف اكيد. صراحه، انت شايفه ايه؟ اكيد. اكيد طبعا. اي برودكت عنده فيتشرز قويه لازم الكونتنت يعتمد عليها بشكل او باخر، لان دي الكومبيتيتيف ادفانتج بتاعك. دوالينجو كمثال مثلا، هو عنده الجيميفيكيشن من ضمن الحاجات المهمه جدا، وده بيستغله في ميمز بقى ان هو يتكلم عن الناس اللي بتبوظ ال 250 دايز ستريك بتاعتها. كل ده حاجه بتعمل برودكت اويرنس. لو حد مش عارف ان دوالينجو بيعمل جيميفيكيشن فهو عارف. آه، وتاني حاجه بيطلع لك كميه افكار، لان انت عندك فيتشر قويه، ده مش فيتشر هينه، يعني انت بيطلع لك افكار كتير جدا طول الوقت.